عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قوي. دلوقتي لو انت نفسك في كشري وشايلة هم الدربكة والمواعين الكتير ومية حلة ومية حاجة بتتعمل، شوفي الطريقة دي سهلة جدا ازاي تعملي الكشري في حلة واحدة. اول حاجة طبعا بنجيب زيت وبنحمر البصل، وبالنسبة لتحمير البصل الزيت اللي بنحمره فيه ده اللي هيفضل هنكمل بيه باقي الكشري كله، لان هي دي التكة وهي دي اللي هيديله طعم تحفة. هنا قطعت بصلتين كده حلوين وحمرتهم في زيت سخن جدا، وبطلعه على ورق مطبخ علشان يتصفى كويس جدا من الزيت. وبعدين الحلة اللي في الجنب دي حاطة فيها مية بتغلي علشان هي دي اللي هنعمل فيها مكونات الكشري. اول حاجة ده عدس اسمر او عدس بجبة، اتغسل كويس جدا وبعدين حطيته في المية اللي بتغلي. انا مليت حوالي نص الحلة مية علشان المية دي اللي هحط فيها كل المكونات، يعني المية دي مش هتكون للعدس فقط. حطيت العدس وحطيت عليه من الزيت اللي حمرت فيه البصل، وبعدين حطيت له ملح وكمون وكزبرة، وبسيبه شوية يستوي لحد ما العدسية تطرى. وعلى ما العدس يتسلق معانا او يستوي كويس بكون بجهز باقي المكونات اللي انا هحطها. جبت الرز وغسلته كويس جدا وهبدأ اضيفه على العدس بعد ما استوى. طبعا العدس بنحطه اول حاجة لانه اكتر حاجة بتاخد وقت على ما بيستوي. ضفت الرز وبقلبه كويس جدا مع العدس، وبعدها برضو بكون مجهزة باقي المكونات اللي هي المكرونة. بحط باقي كمية المكرونة. انا بالنسبة للمقادير اللي انا بستخدمها حوالي ربع كيلو عدس، حوالي 4 كوبايات رز بمقدار نص كيلو او اكتر شوية. كيلو مكرونة مقسوم على نصين، نص المكرونة مقصوصة ونص مكرونة اسباجيتي. ضفتها مع الرز والعدس في نفس المية المغلية، نفس كمية المية. وبعدها بنزود الملح بتاعنا والكمون والكزبرة، وبنسيبها شوية بقى، يعني نسيب شوية كده المكرونة لحد ما المية تتشربها. وبعد ما تتشربها بنوطي عليها شمع زي ما بنعمل الرز بالظبط. وبرده بنضيف عليه من الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل، ده اللي بيديله طعم حلو قوي وبيخليه زي كشري الشارع بالظبط. وما تخافيش مش هيعجن منك طول ما انت بتحطي له الزيت، وطول ما انت موطيه عليه والميه سخنه بتغلي ومشيتي بالمعيار مظبوط وبتوطي او بتهدي النار على المية، عمره ما هيعجن منك. بس تفتحي تقلبيه من وقت للتاني علشان المكرونة ما تقفش في بعض. انا هنا فتحته وبقلب بوريكم كده شرب المية. هقلبه شوية وبعد كده هوطي عليه خالص شمعة زي الرز. عايزة اقولكم الطريقة دي بتنجز جدا، وبقيت يعني خلاص هي ما بعملش الكشري غير بالطريقة دي. اريح بكتير جدا من 100 حلة ان انا اسلق مكرونة لوحدها واعمل الرز لوحده والعدس لوحده، لا كده كله في حلة واحدة بتوفر وقت ومجهود جامد جدا. هنا بوريكم شكله بقى عامل ازاي ومفلفل ازاي وطعمه بيبقى تحفة. شايفين الجمال؟ شايفين شكله؟ انا حاسة ان انا جوعت دلوقتي. هنا بقى هبدأ اعمل الصلصة بتاعته. طبعا الصلصة اكيد مش هينفع اعملها في نفس الحلة دي، طبيعي لازم هتكون في حلة تانية لوحدها. بسخن الحلة وبعدين هضيف ليها زيت من اللي انا حمرت فيه البصل، ده برضو بيودي الصلصة في حتة تانية. شايفين هنا هتلاقي في حتت بصل كده متحمرة نازلة مع الزيت، دي برضو بتدي تيست للصلصة حلوة قوي. يعني انا متعمدة ان انا اسيب الفتافيت بتاعة البصل دي مشيلهاش، لان دي برضو بتحلي جدا الصلصة. بعدين بضيف الثوم. انا هنا مقطعاه صغير، انت لو عايزه تفرميه براحتك زي ما انت عايزه، بس احنا بنحبه كده بحيث انه طعمه بيكون اقوى وبيعجبني في الصلصه اكتر. بعد ما بنضيف الثوم برضو هنضيف التوابل بتاعتنا. ورق لورا، ولا لورا ممكن ناس كتير تستغرب ان هو
بيتحط في الصلصة، بس ده بيديلها تيست بالظبط زي صلصة الكشري بتاع الشارع، بتخلي ريحتها تحفة. وبعدين بنضيف بالتوابل كمون وكزبرة، وبنديلها تشويحة كده مع الثوم ومع الزيت اللي هو مكان البصل، تشويحة التوابل معاهم لحد ما تخلي ريحتها بتطلع اكتر وتبقى اقوى في الصلصة لما نحطها عليها. وبعد كده لازم بنطشها بشوية خل. عايزة اقول لكم بعد ما بنضيف الخل الريحة بقى، الريحة بتبقى تحفة وفظيعة، تحسي ان انت قلبتي كشري اللي هو ابو طارق مثلا او الزعيم، بتخلي الريحة تحفة جدا. بعد كده بنضيف الصلصة بتاعتنا. في ناس بتحب تصفيها وانا بقى انا بعملها كده، يعني بحس ان هي مش فارقة كتير يعني. وبعد ما بنضيف الصلصة بنزود بقى الملح بتاعنا وسنة سكر. بالظبط طريقة الكشري دي بالظبط عملتها في يعني 3 أدوات: الحلة الكبيرة اللي أنا حطيت فيها الرز والعدس والمكرونة وحلة الصلصة والطاسة اللي أنا قليت فيها أو حمرت فيها البصل، هي نفس الطاسة اللي أنا هعمل فيها الدقة دلوقتي، هتشوف هعملها ازاي، برضو مكان البصل مكان تحمير البصل في الطاسة. هنا ظبطت الصلصة بتاعتي، حطيت لها كل المكونات بتاعتها والتوابل والثوم وكل حاجة، وبعدها بنغطي عليها ونسيبها مجرد ما تغلي، بنوطي عليها ونسيبها تتسبك على اقل من مهلها، يعني ما تخليش النار عليها، لا خليها هاديه خالص شمعة. دي بتخلي مجرد ما الزيت يطلع على الوش كده بيبقى الصلصه تقيله، ولما تتسبك على نار هاديه بيبقى التست بتاعها احلى بكتير. كده خلاص خلصت الصلصه وطفيت عليها، ندخل بقى على الدقه. دي الطاسة مكانها شوية زيت مكان تحمير البصل، دول اللي باقيين. لو تلاحظوا الزيت انا خلاص استخدمت كله مع الحلة اللي فيها الرز والمكرونة ومع الصلصة، والشوية اللي باقيين هستخدمهم في الدقة. بنضيف باقي الثوم. في ناس بتعمل الدقة ني في ني وفي ناس بتحب تعملها على النار، يعني انا عادي ساعات بصراحة بعملها كده وساعات بعملها كده، بس دلوقتي بما اني الطاسة موجودة مكانها زيت البصل فقلت استغله واشوحها، بتكون برضو نكهتها اقوى لما بتتسخن على النار او بتتشوح بالطريقة دي. بعد ما شوحنا الثوم في الزيت، عايزة اقول لكم ان الثوم ده انا مقطعه معاه برضو قرن فلفل حامي، يعني برضو بيديله طعم او تيست كده، يعني نكهة حلوة قوي. بنضيف التوابل بتاعتنا الكمون وكزبرة، دقة يعني كمون وكزبرة وملح بس، ما بنحطش اي حاجة تانية. وخلوا بالكم الملح مش بنزوده علشان هي بيتحط لها خل وليمون فدول بيبقوا حادقين، فما بنزودش الملح قوي عشان ما تحدقش مننا. هنا ضفت التوابل بتاعتنا الكمون والكزبرة برضو بشوحهم مع الثوم في الزيت، وبعدين بطش الخل. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الطشه والريحه، يعني والله العظيم يا جماعه مش عشان انا اللي عاملاه، بس فعلا الريحه بتكون رهيبه رهيبه، ريحه الخل لما ينزل مع الطشه دي بتبقى تحفه. جربوها في الطريقه دي والله سهله جدا ومش هتندموا. وبعدها بنزود ميه تاخد غلوه معاهم، ونضيف الملح بتاعنا زي ما قلتلكم مش كتير، مجرد هي غلوة بسيطة، ما مش بنسيبها تغلي كتير بس، وبنطفي عليها. بتكون كده الدقة بتاعتنا خلصت. بنضيف ليها ليمون، يعني انا هنا بعصر ليمون، ده برضو بيدي تيست الدقة حلوة اوي فعلا بالظبط زي دقة كشري محلات الشارع. انا بقيت بستسهل الطريقة دي بطريقة مش طبيعية، يعني في الاول كنت بسلق المكرونة لوحدها واعمل الرز لوحده واعمل العدس لوحده، بحس ان انا بقى يعني يا نهار ابيض ايه المواعين دي كلها، 100 حلة تتوسخ و100 مواعين، يعني لا الطريقة دي بقت بتوفر عليا
وقت ومجهود يعني بجد مريحة جدا وسريعة جدا. لو جربتيها يعني لو اي حد فيكم جربها بجد مش هتبطلوا ان انتي تعملي الكشري بالطريقة دي تاني او مش هتكسلي ان انتي تعمليه. بس ممكن حد فيكم دلوقتي يقول هي في مكونات ناقصة، انا معاكم، يعني مثلا في شعرية ما اتحطتش، في حمص، في ايه تاني، هو غالبا الشعرية والحمص دول لو موجودين عندك في البيت عادي ممكن برضو تزوديها مع المكونات. بس انا بحس ان هما لا هو كده كفاية قوي يعني مش مستاهلة ان انا احمر شعرية كمان واسلق حمص، لا يعني هو كده شغال برضو في نفس الوقت الطعم رهيب والله وعامل برضو زي نفس كشري الشارع. كده الدقة كانت اتعملت خلاص وغليت بما فيه الكفاية. طفيت عليها بدأت بقى اغرفها في الطاجن البورسلين ده بحيث ان هي تكون جاهزة على التقديم على طول. ادي الدقة ودي البصل المتحمر، بصوا بوريكوا الدقة عاملة ازاي، والزيت مكان البصل يا جماعة بجد بيخليها في حتة تانية. هنا الصلصة متسبكة وشكلها شايفين الزيت طالع على الوش ازاي ولونها. انا بضرب قرن فلفل احمر مع الطماطم في الخلاط، بيديها اللون ده وبيخليها طعمها حلو اوي. ودي حلة الكشري الجميلة بتاعتنا، حلة واحدة شايفين الانجاز بذمتكوا خد وقت. طبعا انا مقدرتش استنى يعني خلصت الكشري ومن هنا وقلت لا لازم ادوقه، لازم اغرف لنفسي طبق كده وهو سخن. بصوا الجمال، شايفين يا جماعة مفلفل ازاي، متخافيش عمره ما هيعجن منك طول ما انتي استخدمتي التكات او عملتي التكات اللي انا قلتلك عليها، ان المية تكون مغلية، المية كميتها معقولة مناسبة مع الرز ومناسبة مع المكرونة، ما تبقاش عالية قوي عليهم او ما تبقاش كتير قوي، يا دوبك تبقى مغطيهم او يعني سنة بسيطة او اقل من ان هي تبقى مغطيهم بسنة بسيطة. ونضيف كمية زيت محترمة مكان تحمير البصل، عمره ما هيعجن منك. بس هنا بضيف الصلصة على طبق الكشري، شايفين متسبكة ازاي وتقيلة ازاي يا جماعة، شايفين الدقة والزيت اللي على الوش ده، والله العظيم الحاجات دي مخلية طعمه تحفة تحفة تحفة. متقلقوش من الطريقة دي وجربوها وعلى ضمانتي. طبعا لازم نضيف شوية البصل المتحمرين على الوش. انا جوعت تاني جوعت تاني وانا عايزة اقوم اعمل الجريمة دي تاني، بس خلاص بقى الانتباه بقى والقولون مشكلة. يامي 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 بجد تحفة. يلا اشوفكم فيديو جديد بوصفات تانية جديدة، باي باي.